الرجاء البيضاوي كينهي المقابلة ديالو أمام الكويت الكويتي بفوز ب2-0. الرجاء البيضاوي كيتأهل للدور المقبل من دور المجموعات الكأس العربية. الرجاء البيضاوي دخل بالتشكيلة الآتية: أنس الزنيشي في حراسة المرمى، مدافعين الأربعة كل من إسماعيل المقدم والشاب بوشعيب العراسي، بالإضافة إلى الأظهرة كل من الظهير الأيسر محمود بن تشيك، وكذلك الظهير الأيمن عصام البداوي. على مستوى وسط الميدان دخل أهولو لاعب ارتكاز، بالجانب ديالو محمد المقعاصي، وكذلك على مستوى الأجنحة دخل يسري بوزوق ومحمد زريدة. المهاجمين دخل كل من نوفل الزرهوني والحوسي الرحيمي. هذه التشكيله اللي دخل بها مدرب الرجاء زين باور امام فريق الكويتي. بالنسبه للشوط الاول كانت سيطره رجاويه على وسط الملعب، وخلقوا لاعبي الرجاء البيضاوي بعض المحاولات من اجل اختراق دفاع الكويت الكويتي، لكن عند الوصول الى المربع العمليات كتضيع المحاوله دون تهديد مرمى الكويت الكويتي. لكن في الشوط الثاني الرجاء ظهر بوجه مغاير عن الشوط الاول وخلق العديد من المحاولات، وكانت ابرزها للهدف اللي جاء عن طريق الحوسي الرحيمي عن طريق تمريره رائعه من نوفل الزرهوني، والهدف الثاني اللي جاء عن طريق محمد زريدة بعد ثنائيه جميله ما بين الحوسي الرحيمي ومحمد بولكسوش، وفي الاخير التمريره كتجي عند اللاعب محمد زريدة اللي كيسجل الهدف الثاني. والرجاء البيضاوي كيقدم على بطولة عربية جيدة. نتمنوا من لاعبي الرجاء البيضاوي يستمروا على هذا النحو، ولما لا يمشوا الادوار النهائية، ولما لا اللعب النهائي، او كذلك احراز اللقب الثاني لفريق الرجاء البيضاوي على التوالي. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتهلاو ليا في راسكم.